مساء الخير عليكم. انا اسمي مينا سمير. في الفلوج ده وفي الفيديو ده انا مش هعمل اي حاجه جديده خالص غير ان انا اعرفكم عليا وبس عشان لما تيجي تشوف فيديوهات تانية بعد كده تبقى عارف مين اللي بيتكلم. مصري طبعا باين من اللهجه. عشت في مصر عمري كله وجيت سافرت استراليا وانا عندي 24 سنه تقريبا. انا عندي دلوقتي 29 سنه، متجوز من سنتين وعندي بنوتة صغنطوطة اسمها إلينا. أنا جات لي فكرة الفلوجز دي منين أو الفيديوهات اللي بتتعمل دي منين؟ أنا بتفرج على اليوتيوب كتير، واللي منكم بيتفرج على اليوتيوب كتير هيلاقي إن موضوع الفلوجز ده موضوع مشهور جدا. اقترحت إن أنا أعمل ويكلي فلوجز، فأنا قررت بما إني عايش في استراليا أصور فيديوهات تبين للناس اللي مش عايشة في استراليا أو اللي ما جتش استراليا قبل كده تشوف استراليا عاملة إزاي، جوها عامل إزاي، الاماكن اللي هنا اخبارها ايه، حلوه وحشه، وبشكل لطيف. انا رحت كوسكو امبارح وكان لطيف. في ايه؟ احنا دلوقتي بقى في كوسكو هنا في استراليا. ده مكان اصلا يعني تقريبا امريكي. المكان ده تقريبا فيه كل حاجه بس. فانا لما باجي هنا المكان ده غالبا بقعد اتمشى كده، الفلف ورا المدام، هي تقعد تجيب كل حاجه وانا اقعد اتمشى كده، ابقى عامل زي الشخص الممل اللي في مكان غلط. بس ده مكان هنسميه كارفور المصري. يعني كارفور ايه المصري؟ احنا في كارفور دلوقتي. احلى. بس حاجات بقى طازه كده وحاجات جديده، والاسعار مش ولا بد هنا. وده سوق جمعه. سوق جمعه. عارفين سوق العتبه بتاعت كوسكو. احنا هنا ايه، نقعد بقى طبعا نريح، فبدل كده. طبعا في شد هنا، ده اسمه شد عشان الناس اللي عندهم جنينه يخشوا. ده مش بيت صغير على فكره، ده شد، ده بيتحط في الجناين يتخزن فيه الكبابجي بتاع كارفور الاسترالي هناك ورا. فراخ بقى وحاجات جاهزه. يمكن وانت مشيت وسط المكان ده كله تكون جوعت قوي، فتبقى نفسك في حاجه تاكلها، فتلاقي نفسك تجيب حاجه من عند الراجل ده وتقعد بقى في اي حته تاكلها. انت لو عندك عزومه ومكسل تعمل وبتاع، ممكن تجيب اي حاجه من الحاجات دي. هنا سلطات برضو جاهزه، يعني يا دوبك تخش على الفرن على طول. يعني هو فعلا المكان ضخم اكتر ما انتوا ممكن تتخيلوا. يعني انتوا متخيلين شكله عامل ازاي؟ بصوا كبير ازاي ورا، حاجه كده رهيبه. ثلاجات كل انواع البرجرز والحاجات اللي هي الفاست كوكينج والميت بايز والكلام ده كله. يعني تخش هنا متبقاش عارف تجيب ايه ولا ايه بصراحه. مين دي؟ ليز. ده واخدين الفكره دي اكيد عندنا من مصر. ليز احلى حاجه، ما تلاقوش غير في كوسكو على فكره هنا في استراليا.
فعلا لسه ببدأ في موضوع الفلوجز ده، فالموضوع بالنسبة لي في الأول كده إيه، عبده تنشن. بصوا يا جماعة، أنا زي ما أنا قلت في بداية الفيديو خالص إن الفيديو ده مش هيكون فيه أي حاجة جديدة، مش هعمل فيه أي حاجة جديدة. الفيديو ده مجرد إن أنا بس بعرفكم عليا وبقول لكم أنا بعمل إيه. اللي أنا بعمله ده زي ما أنا قلت في بداية الفيديو برضه هقول تاني، ده اسمه فلوجز. الفلوجز دي مش محتاج اكون محترف، ومش محتاج اصور بطريقه محترفه واسجل بطريقه محترفه. انا ممكن اصور بالكاميرا دي، وممكن اطلع كاميرا موبايلي اسجل بيها، فدي ما فيهاش اي مشكله. المهم ان يكون في الاخر كله شكله لطيف وتوصلوا لنتيجه حلوه وجميله وزي الفل. انا مش عارف ليه وانا بتكلم قدام الكاميرا بحس ان انا بتنشن. خليني ريلاكس. لو عجبك الفيديو ده تروح تعمل لايك وشير وسبسكرايب يا معلم. ايوه سبسكرايب، شجع اخواتك المصريين اللي موجودين في استراليا، مش كده؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، وانتظروا فيديوهات تانية كتير. انا هعمل الكلاب دايما. خلاص يعني انت قررت تهوهو دلوقتي؟ مش ممكن.